السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومرحبا بكم في هذا لا نوفيل فيديو اللي راح تشوفوا فيها تحضيراتي لعيد الاضحى المبارك. اليوم راح نشارك معكم مقتطفات من التنظيف وجبت لكم وصفه خبز الدار ناجحه 100%، وراح نشارك ثاني معكم روتيني للعنايه بالبشره قبل العيد وحتى لبستي لنهار العيد باذن الله. كما راكم تشوفوا بدينا بالميناج، ما صورت لكمش كلش، مقتطفات فقط للتحفيز على بالي اي ام جزائريه تستقبل العيد والمناسبات بالميناج. انا محتويه مش روتينات، ولكن قلت نشارككم باجوائي العيديه. وهنا جينا المطلوب هو وصفة خبز الدار، كما راكم تشوفوا خفيف وطالع. تابعوا معي الوصفة بالتفصيل وراح نعاود نكتبها لكم في صندوق الوصف اللي تحب دير كابتير وتستحفظ بالوصفة. عندنا لهنايا 3 كيلات سميد رطب، نص كيلو فرينة، 2 ملاعق كبار ملح، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة سينوج، و3 ملاعق كبار خميرة الخبز، ونخلطوا النواشف مع بعض. نضيفوا كاس ونص زيت، من بعد راح نضيفوا الخميرة الكيميائية او خميرة الحلويات، راح ندير ساشي كامل. نضيفوا كاس حليب دافي، الحليب اختياري، تحبوا تزيدوه ولا لا اختياركم. من بعد زيدوا الماء، انا هنا درت لي 4 كيسان ماء دافي، يعني على حسب السميد تاعكم والفرينه. ونلموا العجينه تاعنا، نغلفوها بكيس بلاستيكي وسيرفيات ونخليوها تخمر مده 8 دقائق ونعاودو نرجعو. من بعد نهبطوا لها هذاك الطلوع، انا هنا قسمتها على زوز باه نحطها في البيترا وخليتها تتعجن مدة 10 دقائق، وضفت لها شوية تاع ماء، يعني تقريبا نص فنجان تاع قهوة فقط. وانتم اذا تعجنوا بيديكم اعجنوها ربع ساعة ل20 دقيقة. بعد ما تعجنت مليح ولات خفيفة ندهنوها، ندهنو السطح تاعنا بالزيت ونكوروها كما راكم تشوفوا. كورتها وحطيتها في بلاطو كنت مسحته بالزبدة من قبل، ونغطيها ونخليها تزيد ترتاح مدة ما بين 3 و4 دقائق. من بعد نطرحها بيدي. وهنا خلطت 2 بيضات وزدت لهم ملعقة كبيرة قهوة باه تمدلنا اللون، وملعقة كبيرة حليب، وملعقة صغيرة زيت. هنايا الزيت باه تمدلكم لا بريونس هذيك اللي تكون في السطح.
والتزيين هنا يبقى اختياري. ما تنسوش تشعلوا الفرن تاعكم مسبقا، يكون لازم يكون سخون بزاف. الفرن هنا يشعل من تحت كي يبدا الخبز ياخذ اللون الاصفر او البني على الجوانب. نشعل الفرن من الاعلى وشهية طيبة. من بعد نفوتوا لمرحلة العناية بالبشرة. نبداو بهذا لوميسيلاغ تاع فينوس وقطنا ونمسحوا كامل الوجه. من بعد اغسلوا وجهكم بجل نيتوايون اللي يعفوني يوالم البشرة تاعك. انا نستعمل بابيولكس ونقومي بهذا لابروس. من بعد نفتحوا المسام بمنشفة تكون مبلولة بماء دافي لمدة 5 دقائق ونحيو كامل لي بو نوار. من بعد نستعمل هذا الماسك اللي فيه مغرفة قهوة، مغرفة ياغورت ناتور ومغرفة عسل، ونخلطهم ونطبقهم على الوجه مدة ما بين 15 ل 20 دقيقة. من بعد نغسلو. هذا الماسك راح يعطيكم واحد ليكلا وواحد لا بريونس هايلين، تخليكم ديما تعودوا هذا الماسك. من بعد ما نشفنا وجهنا نزيدو نمسحوه بالماء ونابليكي هذا السيروم تاع دي اوردينري. انا ندير هذا تاع الهايلورونيك اسيد اللي يشد البشره ويرطبها، يمد نتيجه مليحه. واخر مرحله وهي الترطيب. نخليكم على لبسة العيد ونقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير. ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. تعليقاتكم تهمني، لايكاتكم ما تبخلونيش بها. سلام.